السلام عليكم حبايب قلبي، وحشتوني. ربنا يخليكم ليا وما يحرمني منكم ابدا ولا يحرمكم مني. ايه ده يا فوفينا؟ ده يا ستي كنت في مصر في شهر 5. فطبعا انا مسجلتلكوش اي حاجه وانا في مصر في شهر 5، يمكن او سجلت فيديو واحد. بس لا، انا طبعا كان عندي ظروف مرض والدتي وكده، وكان في المستشفى، فما كانش فيه بقى ايه تفاصيل يمكن كتير اجيبها لكم يعني، او حاجات بصراحه ما كنتش يعني في نفسيه تستعد لكده. فجأة العيد وانا في مصر، طبعا اسكت؟ لا، مش هسكت برضه. لازم في ظل كل الظروف وتحت اي ظروف برضه يعني نحاول نخرج من الحالة ديت. المهم جبنا بقى فسيخ، كانت ماما الحمد لله خرجت بالسلامة وكانت في البيت، فجبنا بقى فسيخ ورنجة وسردين زي ما انتم شايفين كده، وقعدت انضف بقى زي ما انتم شايفين، انضف السردين كده. واختي عماله بقى تسالني، طبعا عمالين نتكلم في حاجات تانية كتير، وهي عماله تسالني بقى انت هتعملي ده، هتشيليه في المونتاج؟ قلت لها لا لا لا، ما تقلقيش، اتكلمي براحتك. ما رضيتش بصراحه تجيب لكم الصوت بقى ونطلع كل الخبايا اللي كنا بنقولها. المهم، والاسرار طبعا. المهم هنا كان الفسيخ مخلي، طبعا انا ما عملتش فيه مجهود ده، بس السردين نضفته واحدة واحدة عشان أختي التانية بتحب أوي السردين. أنا بصراحة مش ماليش في السردين كتير، أنا أموت في الفسيخ. يعني أكلوني فسيخ إن شاء الله الساعة كام بالليل عادي خالص خالص. إحنا كان بابا يجيب الفسيخ ممكن الساعة 3 4 بالليل تلاقيني قاعدة باكل فسيخ، ده شيء طبيعي بالنسبة لي يعني. أنا في العيلة عادي، كله عارف الكلام ده. هنا كانوا نفسهم ياكلوا كرومب، وأنا شفت كرومباية عجبتني قوي قوي، اشتريتها بصراحة. قعدت الكرومباية دي 3 أيام في البيت، مش عارفة أجي جنبها ولا أعملها. وبعدين قررت في يوم بالليل هم نايمين إن أنا أحشيها ويصحوا الصبح يلاقوها إيه، جاهزة على التسوية كده ياكلوها. فجت خالتي بصراحة الله يقويها، قطعتها وسابتها بقى متقطعة، فأنا خدتها سلقتها وحشيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكان أحلى محشي. واتفاجئوا كلهم الصبح وأنا بقى عاملة لهم حلة المحشي الحلوة دي اللي انتوا شفتوها دي، لفاها صوبع صوبع. أنا كنت قاعدة بالليل أنا والهدوء كده، أخدت الموبايل بتاعي حطيته قدامي وحاولت أصور لكم. بصراحة ما كانش معايا الستاند في خالص هناك، فحطيته على الترابيزة وحاولت كده أصور إن أنا أوريكم. طبعا كلكم عارفين خلطة المحشي، عملتها معاكم كذا مرة. وأنا هنا اهوت كنت عملتها لهم مش ني في ني زي ما ماما بتعمله. ماما بتعمله عادة ني في ني، أنا كنت سبّكت له وبعد كده أهوّة عملته. شايفين باوريكم صباع بقى المحشي قد إيه جميل، ما لكوش دعوة بالنحكشة اللي أنا عاملاها فوق الترابيزة دي. قُلت لكم أنا كنت قاعدة مع نفسي وقُلت بقى إيه، أقعد أحشيه لهم بقى. شايفين اللَّثة، شايفين المحشي شكله حلو إزاي؟ قولوا لي إيه رأيكم بقى فيه. حبيت أعملها لهم مفاجأة، إن أنا أصلًا لمّا بانزل مصر زي ما قُلت لكم قبل كده، إن أنا ما باعملش ولا حاجة فعلًا، يعني كوباية المَيّة ممكن ما اناولهاش لنفسي. يعني كله بيحاول يدلعني في الأجازة، أنا عارفين إن أنا طول الوقت باكون باعمل حاجات وكده ومشغولة وكده، يعني إذا كان في البيت أو برّه البيت، فكلّهم بيحاولوا يدلعوني بصراحة. بما إن أنا الكبيرة فالكل بيدلعني مش الصغنونة، بالعكس العيلة دي. المهم ده كان المحشي بعد ما استوى وأكلوه، وألف هنا وشفا، ويا رب يكون عجبهم ويكون عجبكم أنتم كمان. الخلطة والمحشي بالضبط عندكم تفاصيله في فيديوهات تانية ليّا. وطبعًا بما إن هُم مش متعودين إن أنا أعمل لهم حاجات، وأمّا باعمل حاجة زي كدهوّة بتبسطهم، فيا رب أنتم كمان تعملوا لهم حاجة حتى لو بسيطة تبسطوا بيها اللي حواليكم. طبعًا كان على طول اللي بيعمل لنا المحشي ده وبنقعد نستناه من سنة لسنة، رغم إن أنا باعمله هنا لولادي على طول، يعني مش باأثّر يعني في موضوع الأكل المصري وكدهوّة في إيطاليا هنا. لكن برضه المحشي من إيد ماما حاجة تانية خالص طبعًا. ربنا يخلّيها لنا يا رب ويدّيها الصحة والعافية. هنا بقى كنا رُحنا يوم كده، كنا طبعًا عايزين نغيّر بقى على ماما جو المستشفى والكلام ده، وإحنا كمان كنا برضه يعني نفسيًا مش مضبوطين، فقُلنا نعمل إيه، خلّينا نروح مكان. المهم رُحنا قرية هاني زي ما أنتم شايفين، حاولت بقى أصوّر لكم فيها. أنا باحاول أصوّر لكم القرى دي ليه، باحاول أصوّر لكم الأماكن اللي ممكن تروحوها لو أنتم خارج مصر ونازلين أجازة أو كده، أو لو أنتم في مصر وحابين تعملوا تغيير كل فترة. برضه الحاجات دي حلوة أوي، وأكلهم بصراحة بيكون حلو، وبرضه الأسعار بتاعتهم بتكون مناسبة. أنا باحاول أجيب لكم الحاجات بأسعارها، بالوصف بتاع المكان، بالقعدة اللي أنتم ممكن تقعدوها أو تشوفوها. إحنا طبعًا كنا بقى يعني إيه في آخر رمضان تقريبًا، أو كان
أول كام يوم من العيد، يعني أول يوم أو تاني يوم من العيد. ف بصراحة أنا ما كنتش مركّزة في الأيام يعني بالضبط عشان أقدر أقول لكم بالضبط. المهم رُحنا بقى زي ما أنتم شايفين كده في بيسين، البيسين ده ممكن طبعًا بيتنزل بس طبعًا مش بالليل يعني. و كان الجو كان برضه يعني لسه مش سُخن لدرجة إن حد ممكن ينزل بيسين. وكان في مكان بتاع عطور وبخور وحاجات اللي هي العطرية، زيوت العطرية اللي بتتباع وكده، والتركيبات بتاعة الperfume اللي هي اللي فيها العود والمِسك والحاجات الحلوة ديّة. الحاجات دي بقت منتشرة في مصر أوي الفترة دي. فهُم عاملين محل صغير كده في المكان، والله أسعاره حلوة، أسعاره زي الأسعار اللي عندنا في إسكندرية بالضبط، يعني زي الأسعار الموجودة في الإبراهيمية. أنا شُفت الأسعار عنده هي تقريبًا. بس كان عنده بصراحة مجموعة حلوة بجد. هنا دي القعدات بقى، في القعدات اللي هي زي ما أنتم شايفين كده، وفي قعدات ترابيزات عادية، وفي كمان القعدات اللي هي البدوية طبعًا المشهورة بيها القرى دي، واللي أكتر بتكون مريحة، وكل ما بتكون عيلة يعني كبيرة أو كدهوّة، بيكون يُفضّل يعني إن تبقى فيها، لإن بتكون العيلة بحالها موجودة في مكان، والمكان مقفول من كل الاتجاهات، ما فيش غير جهة واحدة بس اللي مفتوحة، عشان بيقدّموا لِك يعني منها وكده. هنا بقى كان ده المطبخ بتاعهم، حاولت أروح علشان أصوّر، طبعًا هُم كانوا بالليل وكانوا يعني إيه، نعتبر إحنا كنا آخر ناس أو كان في مجموعة تانية غيرنا وبس. فالراجل طبعًا كان قال لي طبعًا عشان صوري المطبخ وكده مش هينفع عشان ممنوع تدخلي جوّه وكده، فقُلت له: "طب خُد بقى التليفون وصوّر لي أنت إيه مقطع كده بسيط حتى من طريقة التقديم أو من الحاجات اللي بتعملوها." فمشكور طبعًا أخد التليفون ودخل صوّر لي جوّه المطبخ، وحاولت إن أنا برضه أجيب لكم المكان من جوّه، ده المكان من جوّه كمان رهيب بصراحة، عجبني أوي. أنا كنت رُحت قرية تاني قبل كده بس ما كانش فيها لسه التوضيبات دي كلّها. زي ما أنتم شايفين بقى كده القعدة جوّه، بُصّوا الديفانات الجديدة اللي هي بتتفتح، والقعدات دي بقى لمّا يكون في مثلًا مجموعة ناس أو عُملا مع بعض أو مثلًا شركة وبيتكلموا، دي طبعًا برضه نفس القعدة البدوية اللي هي برّه، بس عاملينها جوّه، جوّه برضه بتكون هنا مكيّفة. طبعًا في الحَر وكده بتبقى حلوة جدًا إن أنتم تقعدوا فيها، والعادات البدوية اللي هي اللي برّه، حاطين كمان منتجات من المنتجات اللي مشهورين بيها أو اللي القرى دي بتقدّمها. طبعًا بقى السمنة، الفطير، العسل، كل بقى الحاجات اللي أنتم إيه، يعني عارفينها دي. هنا شايفين القعدة لذيذة برضه أوي بصراحة. أنا شُفت الديكورات اللي عاملينها والتوسيع اللي عاملينه ده حلو أوي، ومكان فعلًا بجد حلو وتغيير، يعني تحسّي كده إن أنتِ بتغيّري على نَفْسِك، مش بس يعني إن أنتِ بتاكلي برّه أو كده بس، لأ حتى مجرّد قعادِك في مكان زي كده بيخلّي نفسيتِك مختلفة أو برضه بتغيّري من الmood بتاعِك يعني. شايفين القعدات؟ أنا جِبت لكم كل المكان تقريبًا. بصراحة هم من الأماكن النضيفة ومن الأماكن اللي الأكل بتاعها حلو، ويعني من الأماكن أو القرى القديمة اللي ليها اسم وما زالت وبتجدد يعني، بيبتكروا وبيعملوا حاجات حلوة. زي ما أنتم شايفين بقى ده كان الجزء اللي إيه، فيه الحاجات اللي بتتباع، اللي أنا لسه كنت باقول لكم عليها، حتى الشاي حتى التمر، حتى كل الحاجات ديّة أهي، أنا حاولت أجيب لكم الصورة بالكامل، الحاجات اللي موجودة والحاجات اللي بتتباع، والحاجات دي طبعًا معظمها طبيعية، زي ما أنتم شايفين في حمام بيسين تاني أهو من الجهة التانية، و القعدات بقى الناحية دي. 1 2 3 ابدأ. أنا حاولت أسيب لكم الصوت بتاعهم في الأول، هُم بدأوا بقى طبعًا يحطّوا من الرز ويحطّوا من باقي الحاجات اللي مطلوبة فوقيه، بالشكل ده كده بيشكّلوا الصينية اللي مطلوبة. طبعًا كل واحد بقى على حسب الطلب اللي بيطلبه، طبعًا هُم بيدوكِ المنيو بيكون فيه سعر الكيلو أو سعر النُص كيلو، وأنتِ بتختاري الكميات والحاجات اللي أنتِ حابة تاكليها. ده كان جزء من الطلب طبعًا، دي السلطات اللي بيقدّموها زي ما أنتم شايفين كده، طريقة السلطات
تحفة وجميلة قوي. والبرتقان ده كان لذيذ جدا على فكرة، احنا أكلنا البرتقان ده مش كله سيبناه، يعني أكلنا معظمه بصراحة، كان طعمه حلو قوي قوي. سلطة بقى البنجر، الطحينة، سلطة البطارخ، في دلوقتي دي مبكبكة. طبعا كان في مننا مش بيحبها باللحمة الضاني، وكان في بيحبها باللحمة الفيتيلو، فطلبنا كده وطلبنا كده. ودي التومية طبعا بابا غنوج، جبنة القديمة المسقعة. عندهم مجموعة سلطات حلوة قوي قوي. دي شوربة طبعا كانت موجودة، وفي مننا طلب شوربة، أعتقد كمان شوربة فراخ، وكان في شوربة كوارع، وكان في حاجات لذيذة لذيذة والله لذيذة. بجد كانت القعدة كمان واللمة ألذ بصراحة من الحاجات دي كلها. دي كانت شوربة لسان عصفور، وكان في كمان حد طلب تقريبا شوربة كريمة أو شوربة فراخ كده بتتعمل بالكريمة والمشروم، بتبقى لذيذة برضو قوي قوي. الأكل بصراحة مش بس بيكون حلو بشكله أو كده، الأكل كمان بيكون حلو باللمة والصحبة طبعا، لما بتكون الصحبة أهم من الأكل ذات نفسه. المهم بقى، وبعد كده شربنا الليمون نعناع وشاي الزردة، وبعد كده هو تحركنا ومشينا، وكنا رايحين نجيب حاجات من الورديين. ودي بقى ايه كده الورديين، فاخويا لقى مكان بحاجة حلوة، وانا كنت متضايقة، فقال ايه لازم اجيب لك حاجة انت بتحبي الحاجات الحلوة. فجاب ام علي وجاب لنا كنافة، قلت له ما تجيبش كتير طبعا، انا مش المفروض اكل حاجات حلوة كتير ولا ماما. فجاب لنا كده قطع يعني ناكلها واحنا موجودين في العربية. بس كانوا بصراحة الكنافة دي كانت لذيذة قوي، كانت بالكريمة اللي هي القشطة الكدابة دي، كانت لذيذة كده وبسلة وحلوة. دي محطة مصر بقى، وحبيت اجيب لكم محطة مصر في ثوبها الجديد. بصراحة انبهرت قوي قوي بمحطة مصر. أنا نزلت مرة بس ما لحقتش، بس يعني كويس عليها. دي كانت تاني مرة أشوفها، بس المرة دي يعني اللي شفتها دي كانت مرة يعني باستفاضة. كان نفسي أنزل وأصور لكم جوه، وأمشي كده في الشارع نفسه، وأدخل السوق الجديد بتاع محطة مصر وكده، بس بصراحة ما كانش عندي الوقت. وهنا كانت ماما معانا وكده، فصورت لكم يعني استكفيت ان انا اصور لكم المكان من بره. وده شكل طبعا محطة مصر الجديدة. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم،